اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم عمرو عماد، ودلوقتي هنعمل مراجعه عن الساعه الاس 9 الترا 2. احنا كنا عملنا عن الاكس 9 بلس الترا، طبعا دي اعلى بكتير. فرق هتلاقي طبعا في الاي اللي موجوده فوق الفيديو دلوقتي، بتقول لك ان في فيديو الشرح بتاع الساعه دي موجود على الشانل. لكن احنا النهارده هنتكلم عن رقم 2، يعني عارف انت البرو والحاجه اللي هي الايه الالترا بتبقى اقل منها شويه. هنتكلم عنها بالتفصيل ونقول على مميزاتها. خليك معانا عشان تعرف التفاصيل كلها. يلا بينا. اول حاجه هنتكلم عن محتويات العلبه. ولفت انتباهي شويه وانا قبل ما اتكلم عن محتويات العلبه اللي موجود على العلبه من بره، طبعا ان هي واتش فات برو ده اسم الابلكيشن اللي بتسبورت الساعه من خلاله، وان الشاشه اموليد وبتدعم الان اف سي. واتكلمت على الان اف سي كذا مره وقلت ان هو تقدر لو عندك سمارت دور مثلا زي اللي موجود هنا، تقدر ان انت من خلال الساعه بتعرفها على السمارت دور وبتفتح الباب، او ان انت مثلا لو بتدفع من خلال الان اف سي بالكريدت كارد. بس طبعا دي لسه مش مدعمه في مصر، لكن دي موجوده في الساعه وبتدعم اي حاجه بتشتغل بالان اف سي، وفيها الماب والبوصله، وكمان فيها ميموري 2 جيجا 64 ده الرام، والجيجا بايتس يعني ممكن تشيل جواها مزيكا، ممكن تحط جواها شويه تفاصيل، تنزل عليها جيمز، فيها شويه حاجات كده لطيفه في الساعه. طيب خلينا نتكلم عن محتويات العلبه بالتفصيل. اول حاجه الكتالوج، تمام، بس طبعا مش هنحتاجه. وعندك السكرين، وانا قلت من الحاجات المحترمه عند الناس دي ان الناس دي بتحط سكرين كونكت مي، يعني هم بيعملوا البراند بتاعهم حاطين سكرين مع الشاشه عشان خاطر تحميها من الخدش. طيب ايه تاني كونكت مي بتقدمه؟ الاستراب بتاعها اللي شبه الناين الاوريجينال ده بينزل في العلبه، وبينزل معاها الستاندر الاورنج، الستاندر ده بينزل مع العلبه. طيب ايه تاني؟ كارت الضمان. وقلنا قبل كده ان كارت الضمان ده من الحاجات اللي بتميز التشاينيز براند، ان هو حاطط كارت للضمان، يعني بينقلها من ان هي حاجه نون براند مش معروفه في السوق، ان تخاف تشتريها، اشتري الساعه النهارده معايا 14 يوم بس ارجعها للمحل لو باظت، لا ده انا معايا كارت للضمان، اقدر ارجع للضمان لو في مشكله في الساعه، في وكيل ليها. فدي حاجه بالنسبه لي مطمناني ان هم بيعملوا حاجه نظيفه. ده كده باختصار محتويات الساعه. طب خلينا نتكلم عن الساعه نفسها بقى. الشاشه اموليد، التفاصيل بتاعتها واضحه جدا. لو سحبت من ناحيه اليمين كده بتقيس الستبس، بص الانترفيس بتاعها عاجبني جدا. لو دوست كده من ناحيه اليمين بتقيس الستبس والسليب مود، عندك هنا هارت ريت والاكسجين بلاد. طبعا انا عامل واحده بالعربي، يعني كنت براجع الالترا بالانجلش وهنا بالعربي عشان حسب استخدامك انت. اعدادات البطاقه دي تقدر تضيف اختصارات منها، يعني مجرد ما بتدوس هنا كده عايز تحط ايه، الاكسجين، السليب مونيتور، حدد الحاجه اللي انت عايزها، الميوزك، عايز تحط ايه، ضغط الدم، الطقس، سكر الدم، التحكم بالفيديوز، كل ده ممكن تضيفه اهو زي كده. هدوس كده طقس ضفته خلاص اتضاف. لو سحبت الشاشه كده هلاقيه مع الاختيارات اللي انا اخترتها. طيب ايه تاني؟ لو سحبت الشاشه من ناحيه الشمال فعندك ان هي سبورت سيري وبتقول لك على الطقس، بس لو مربوطه بالموبايل. من تحت بيجيب لك السيتنج والبرسنتج بتاعه البطاريه، وبيقول لك ان هي مربوطه دلوقتي بالموبايل ولا لا. تمام. من فوق بتسحبها بتجيب لك الرسائل، طبعا بتدعم اللغه العربيه فانت بتشوف الرسائل واضحه، لكن طبعا مش زي الاكس 9 بلس، هتبقى الحروف بتاعتها بص شويه تحس ان هي ايه، مكتوبه بآلة كاتبه كده، شكلها مش احسن حاجه. طيب الزرار اللي في الجنب لو دوست ناحيه اليمين هيجيب لك السبورتس مود، ولو دوست ناحيه الزرار اللي تحت ناحيه الشمال هيجيب لك اختار البرنامج. هنا ده الشورت كات، يعني بتدوس على اسرع حاجه، اي برنامج ايه اكتر حاجه بتستخدمها على الساعه فبتحطها في الزرار ده. طيب خلينا نتكلم على السكرول اللي فوق. كل ما بتلف الساعه كده بتجيب لك، طبعا تتحكم في المنيو بتاعها. طب عايز اخش على القائمه الرئيسيه، لو دوست عليها كده يجيب لك القائمه الرئيسيه، ومميزات بقى اللي جوه القائمه الرئيسيه اللي هنشرحها بالتفصيل. اول حاجه يا سيدي نبدا بالاله الحاسبه. فيها اله حاسبه حجم الشاشه كبير يخليك تستفيد بيه الخاصيه ديت. طيب ايه تاني؟ بتقيس الطقس، تمام. البرايتنس، ارفع معصمك لتشغيل الساعه، ممكن اشغلها او لا. غطاء الشاشه مغلق، واجهه الشاشه المضاده. خد بالك دي ميزتها في ايه؟ انا ناس كتير بتبقى عايز يلبس الساعه ومش عايزها على طول منوره عشان البطاريه، بس عايز لما ارفع الساعه كده تروح منوره عشان اقدر اشوف الساعه منها، فدي بتدعمها الساعه دي. طيب الساعه دي تقريبا سعرها عامل كام؟ تقريبا 1200 جنيه. ماشي، خلينا نكمل بقيه المواصفات اللي موجوده في المنيو جوه. تدعم الجي بي اس، بتدعم سيري زي ما انت شايف كده اهو، لازم طبعا تتربط بالموبايل. الكالندر والاتصال المباشر من الساعه، من خلال الساعه تقدر تعمل مكالمات او من خلال الكونتاكتس اللي تقدر تحطها على الموبايل. انت معاك 64 جيجا ومعاك 2 جيجا رام، يعني الساعه بتدعم المكالمات، تقدر تحط عليها كونتاكتس بتاعتك، فده هايل جدا. هعمل مكالمات مباشره من الساعه. وهنا حتى اهو الان اف سي السمارت وولت، حتى معموله هي بشكل محفظه السمارت وولت، بس طبعا هي مش مدعومه في مصر. وده الكونتاكت
بس طبعا عشان انا فاصل الساعه من خلال الموبايل، طبعا بتقيس طبعا ضربات القلب والهارت ريت. طيب ما يؤخذ على الساعه بقى من وجهه نظري؟ الانترفيس بتاعها شكله شيك عشان الشاشه اموليد، طبعا محلي اي حاجه بتحصل في الشاشه. يعني نختار الانترفيس دي عشان تبين اكتر. بص شكلها شيك جدا، لكن انا بالنسبه لي هي فيها ايه يعني ما فيهاش لاج بصراحه. يعني خلينا صراحه اهو، يعني انت حتى برضو هتحكم معايا اهو وانت بتتفرج. بص سريعه. انا عندي بس الانترفيس بتاعها، انا عشان قارنتها بالاكس 9 الترا فحاسس ان الانترفيس بتاعها مش عاجبني قوي زي الثانيه. طبعا فرق يعني دي ب 1200 ودي ب 1600، فرق كبير جدا. لكن الحاجه التي تؤخذ على الساعه السنسورز. طبعا احنا قلنا ان السنسورز بتاعتها مش اكيوريت، مش هتديك الهارت ريت بالظبط. انا واحد من الناس لما باجي استخدم الساعات، يعني انا بقول ليه هي، انا لازم اقول الميزه اللي فيها والحاجه اللي تؤخذ عليها. لكن انا ليه هقول لك، انا ليه ببقى شايف، بص الفيس بتاعها عامل ازاي وهي مقفوله، شكلها شيك جدا. طيب انا ليه بتكلم في الهارت ريت في السنسورز؟ عشان تبقى عارف وانت بتشتريها. انا ما اعتقدش ان واحد فينا بيلبس ساعه سمارت عشان يشوف الهارت ريت او عشان يشوف الستبس. ما حدش بيستخدمها، يعني خلينا واقعيين، ما حدش بيستخدم الخصائص دي. لكن هي لازم تبقى عارف ان هي مش اكيوريت. طيب ليه مش اكيوريت؟ لان الساعه ب 1200 جنيه. لو هي كل الفيتشرز اللي مديها لك دي وبترد على المكالمات وتقدر من خلالها تشوف البوصله وتشوف الطريق وتشوف فيها ميموري وفيها كل الخصائص المهمه دي، وكمان ب 1200 جنيه. طب ما هي السنسورز دي مكلفه، لو اتحطت في الساعه هيرقيها تبقى بريميوم كده، تبقى زي الابل، ممكن توصل 12000 و20000. لكن كل الفيتشرز متحققه فيها، والبطاريه بتاعتها بتقعد حوالي 7 ايام او اكتر على حسب استخدامك. انا استخدامي ما بقيس عليه، يعني انا ما بقولش تجربتي للناس، بقول للناس ايه، انا استخدامي قعدت معايا 6 ايام او 7 ايام عشان انا بستخدم الساعه، بقعد اجرب فيها كل حاجه. لكن انت بتستخدمها، استخدامك ممكن يبقى ترد على المكالمات بس، بتشوف منها الرسائل، لابسها على طول. بس انا طول ما انا قاعد بلعب في الساعه اكتشف فيها حاجات عشان انا بعمل ريفيو، فممكن تقعد معاك اكتر. فده على حسب استخدامك انت. فالبطاريات دايما في اي منتج هي بتتقاس على رايي الشخصي، اقول لك ان هي بتقعد معايا قد ايه، لا هي على حسب انت استخدامك في الحاجه بيقعد قد ايه، بتستهلكها جامد او لا. بس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تشوف المنتجات الجايه. باي باي.